يقول هناك رجل يصورك. لا نأذن بهذا. الذي يصور يمتنع عن التصوير، فالتصوير يعتبر محرما لذوات الأرواح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مصور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فننصح هذا الأخ بترك التصوير، وجزاه الله خيرا.